يسوون دعايه على الشامبو على الشعر مالتي ما اقبل انا. شنو تعال. وهاي حاره وبالشتاء، وسؤال حلقتنا لهذا اليوم شنو اكثر اكله تحبها بالشتاء؟ انا عن نفسي لحم بعجين. خلينا نسال الناس بهذا الموضوع. هاك استاذي. حموضه عليها ويلي. اكو اطيب من الاكل العراقي. خلينا بكي انا راح ابكي ما تحمل. شوندر الشلغم. وشرط يعني لازم البس قلبيل والبس ملابس تعبانه على مود يعني شلون واحد يبدل دهن اخذ راحتي كلش. والله والاكلاتنا العراقيه المطبخ العراقي كله طيب، بس اكثر اكله انا احب تمن وباقلي. ويلي الدولمه طيبه. سمك. شلون عبالك دفو؟ دولمه ما دولمه السؤال. انفصل عن العالم الخارجي نهائيا. واذا واحد جاي وقال لك شو تسوي؟ شنو يعني ياكل وياي؟ لا يخرب الحكي كله. ابد نهائيا كل شو لهات. الباكه، الباميه، الدولمه. السر من اجدادنا. انا كان عن نفسي اشوري، فالاشوريين هم اخترعوا كل شيء تقريبا، فالاكل على هاي السوالف. يعني دائما تكون الاكلات اللي بيها دهن يعني ترغب بالشتاء اكثر من الصيف لان الجو حار. الطبخ يختلف، النظافه، الترتيب، يعني الاكل العراقي معروف كل الدول. اكو بيهم يعني يجون من دول الخارج يجون هنا على مود الاكل العراقي. والسمك ويلي على الحنزه، شايف من تشويها وعلي طيب الاكل العراقي، ويا ما شايف الاكل من مسوي امي، من تشوي لك السمكه مدك بس تاكلها. نحمد الله نشكر عراقيين احنا. حامو الشلغم. الفاكهه بتدفي الجسم وبيها يعني فوائد كلش. كنافه نفسه. باكر سمك يعني كلها اكلات شتويه. ويلي وانت شنو تاكل؟ سمك سمك وتمن احمر. هو شو كله نفس اللحام ونفس الشيء، بس انا اقول لك العشب مال الحيوان اللي ياكله حشى سامع هذا يفرق عن هذا. يعني هسه تجيب حلال الناصريه على حلال الشمال، حلال الناصريه سريحي، حلال الشمال ربيط، هذا تجيبه يذب لك بس دهن، هذا سريح بس لحم طبيعي، فتكون النكهه مالته اطيب واجود واحسن. نفسيته طيبه، وشكو عراقي نفسيته طيبه. من اجل هنا كباب دائما.